السلام عليكم البنات، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ نتمنى تكونوا بخير وعلى خير، عواشركم مبروكه بالصحه والسلامه والعافيه. مرحبا بكم في فيديو اليوم اللي غادي نصايب فيه ولا نصايب معكم فيه عسل ناجح 100%. الصراحه هاد العسل جاني زوين بزاف، صالح لكل المعسلات الرمضانيه، الشباكيه، المقروط ولا لسان الطير، يعني كتعسلوا بيه كاع المعسل ديال رمضان بريوات. هو المهم جا انني درتو بلا اضافات، يعني ما كتبقاش ديري فيه بزاف العشوب ولا سميتو، غير بليمونه وبحامضه كيجي رائع بزاف. انا مشيت لكافور باش ناخذ شحال من حاجه خاصاني وتقديت معايا القالب السكر باش صايبت العسل مع تخفيضات. هنايا كاينه التخفيضات ديال رمضان، تقديت اللي خاصني وخديت قالب السكر باش نصايب العسل. وهنايا غادا نوريكم طريقة الخدمة ولا طريقة التصايب ديال العسل اللي كيجي ساهل ماهل بطريقة ساهلة بلا إضافات وبلا طنجرة الضغط، يعني بلا كوكوط، غير في الطنجرة في القميلة غادي نطيبوه. على هاد الشكل كناخد قالب السكر ديالي وكنحطو في الطنجرة ولا القميلة وكنخوي عليه اطرة الماء، يعني عبروا باي حاجه اطرة الماء، باي حاجه عندكم قرعه ولا شنو، عبروا بها اطرة تاع الماء، خويوه على قالب السكر وكتخليوه حتى كيذوب على خاطرو. انا درتو ليله كامله حتى الغد عاد باش طيبته. بغيتو تخليوه يذوب ديك الساعه كنتو مزروبين عليه كطيبوه ديك الساعه. المهم ما كديروش الزعتر، ما كنديرش فيه اتاي، ما كندير فيه الباديان، كنطيبو غير حامضه وليمونه وعود القرفه. هذا هو واش كيجي من السم زوين بزاف بزاف بزاف. جربوا هاد الطريقه السهله غادي يجيكم زوين بزاف. ملي غتعسلوا بيه المعسلات ديالكم غادي يجي رائع بزاف زوين. كنقطع فيه هاد حامضه وليمونه وكنحطو فوق النار يطيب، فوق العافيه يطيب على هاد الشكل كما كتشوفوا معايا. صافي هنايا بعد ما داب ليا قالب السكر فيه طرة الماء كنحركو شويه بمعلقه وكنحط فيه الحامضه والليمونه اللي مقطعين وعود القرفه وكنحطو فوق العافيه يطيب على نار هادئه جدا.
بعد ما كنشوفو دار هاد الكشكوشه كنقص العافيه بزاف. يعني هاد الكشكوشه الا بقات طلعت غادي يفيض لكم العسل. حطيو معاه ضروري تنقصوا العافيه على حدها وكتخليوه يطيب على خاطرو. كتحطيو معاه يعني هاد الكشكوشه اللي كتطلع راها كتفيض يفيض، يعني كتنقصوا كما قلت لكم النار على حدها وكتخليوه يطيب. وهنايا كتبقاو تقلبوه. يبانوا لكم الدوائر ديال الليمون الحامض حمارو على هاد الشكل ولاو ماغو. صافي مارو يعني مارو كيجي اكثر من رائع، زوين بزاف من السم وبلا تعقيدات بلا اضافات بلا طنجرة الضغط. جربوه بطريقتي غادي ينفعكم بزاف وغيجيكم زوين. صافي هنايا العسل ديالي طاب، طفيت عليه خليته حتى برد وكنحيد منه دوك الدوائر ديال الحامض والليمون. وكنصفيه. بغيتو تصفيه وبغيتو تخليوه بلا ما تصفيوه يعني راه بحال انا بالنسبه ليا ما كنصفيهش، كنخليه كنستعملوه في المعسلات ديالي ديال رمضان. كيجي على هذا الشكل خاتر وعاقد وزوين بزاف ومنسم. حتى المذاق ديالو منسم بزاف زوين بلا اضافات. زوين بزاف. جربوه بهذه الطريقه غادي يعجبكم وغادي يسهل عليكم العسل. طريقه تحضير العسل اللي كتجي ساهله وما فيهاش تعقيدات. نتمنى انها تعجبكم الطريقه وتجربوها حتى نتوما. غتقدري شي بورا نيت اللي تساعدك. درتي بورا حتى عاونتي بها هادي ما كاين مشكل.